بيبدأ فيلمنا بواحد قناص اسمه سام والمساعد بتاعه كين، وبيكون في مهمة في بانكوك، وبيكون هدف المهمة انهم يخلصوا على الراجل ده. وفي الوقت ده مرات الراجل بتيجي وبتقف معاه، وبيكون خلاص هيضرب عليه، لكن ما بيكونش عاوز يموته قدام مراته اللي اصلا بتاخد بالها ان في قناص على السطح، فبتحاول تحمي جوزها. وسام بيضرب الطلقة لكنها بتيجي فيها، وبتحصل حالة فوضى في المكان. لكن سام بيكون عاوز يخلص المهمة، فبيضرب على الراجل وبيخلص عليه، وبيقوم بسرعة عشان يلحق يهرب قبل ما الشرطة تيجي. لكن بيكون مفيش وقت، والشرطة بتجيلهم فعلا وبيجهزوا نفسهم وبيبدأوا يضربوا عليهم لحد ما بيقدروا ينزلوا تحت. لكن الشرطة بتحاصرهم، وفجأة سام بيقعد يضرب فيهم، وبيكون واضح ان هو محترف جدا. وكين بيضرب له 2 3 هو كمان، وبيخلصوا عليهم وبيجروا من المكان بسرعة وبيستخبوا في العربية. والشرطة بتفقد أثرهم وبيهربوا من المكان وبيركبوا الطيارة عشان يرجعوا. وبيكون سام باين عليه الزعل جدا، فكين بيحاول يهديه وبيقول له ان اللي انت عملته ده هو الصح، لان الراجل ده كان تاجر سلاح وكان بيتسبب في موت ناس كتير جدا. فسام بيقول له ان هو متضايق ان هو خلص على مراته وهي ملهاش اي ذنب في اللي حصل. فكين بيقول له انها اكيد كانت عارفه ان هو تاجر سلاح اصلا، وده معناه انها شريكته. لكن طبعا الكلام ده ما بيأثرش في سام. وبعدها بترن عليه واحدة اسمها تمارا، واللي بتكون مديرته في الشغل، وبتحاول تهديه وبتقول له ان كل عملية ليها اضرار جانبية، وبتقول له انها عاوزاه في عملية تانية، لكنه بيرفض لانه عاوز يهدى شوية بعد المهمة دي. فتمارا طبعا بتسيبه وبتقول له ياخد فترة اجازة. واول ما بينزل من الطيارة كين بيعرض عليه يجي يقضي معاه الاجازة في هولندا عشان يريحوا اعصابهم شوية. لكن سام بيرفض وبيقول له ان هو عاوز يقعد لوحده الفترة دي. وبيرجع بيته واللي بيكون في وسط غابة، وبيكون عايش لوحده تماما، وقاعد بيتدرب ويجري وبيظبط الأسلحة بتاعته وبيردش على أي حد بيتصل عليه. وفجأة وهو قاعد بيطلع ديب من الغابة، فبيمسك السلاح بتاعه وبيكون هيخلص عليه، لكن بيحس ان هو حيوان بريء ومش لازم يضربه والكلام ده. وفعلا الديب بيمشي وبيعملوش حاجة، وبعدها بيقرر يرد على تمارا اللي بتتصل عليه بقالها زمان، وبتقول له انها عاوزاه في مهمة. فبيوافق وبيروح على ألمانيا وبيقابل صاحبه كين هناك، واللي بيكون زعلان منه ان هو ما كانش بيرد عليه. وبيركبوا العربيه وبيتكلموا مع بعض، وسام بيقول له ان دي هتبقى اخر مهمه هو هيعملها، وبعدها ما عادش هيشتغل تاني لان الشغله دي بتاثر على حالته النفسيه. وبيروحوا الفندق اللي هيقعدوا فيه، والموظف بيوصلهم للغرفه بتاعتهم، وبتكون عباره عن جناح كبير في الفندق. وسام وكين بيكونوا مستغربين لان دي مش عوايد تمارا يعني. وبتكون سايبه لهم رساله بتقول لهم انها هتدي لهم فلوس زياده في المهمه دي كمان، لانها اخر مهمه ليهم. وبعدها كين بيتكلم مع سام وبيقول له ان هو ما عادش هيبقى ليه اي لازمه لما هو يتقاعد، لان هو مجرد راصد، ولو انت سبت الشغل انا كمان ما عادش هيبقى عندي شغل، ومش عشان واحده ماتت تبوظ كل حاجه يعني. فسام بيقول له ان الحوار ده مش ان واحده ماتت، المشكله ان الشغل ده بيأثر على حياتي. فكين بيقتنع وما عادش بيضغط عليه اكتر من كده. وفي الوقت ده الباب بيخبط، وبتكون تمارا بعتلهم 2 عشان يعملوا مساج قبل المهمة بتاعتهم. وكين بيكون مبسوط على الآخر من الحوار ده، لكن سام ما بيكونش مهتم وبيتضايق أول ما الستاير بتتفتح، لأنه بيكون حاسس إن في قناص تاني مراقبهم ومبيستريحش إلا لما بيقفلوهم تاني. وواحدة منهم بتحاول تهديه لكن مش بيكون مهتم، فبتقول له إنها بتقدر تتعرف على طاقة الناس، وأول ما بتشوفه بتقول له إيه القرف ده يا صاحبي؟ فبيسألها في إيه؟ فبتقول له أنت حياتك مش أحسن حاجة. وبعدها الموظف بيجيب لهم الاكل وبيقول لهم هم ليه قافلين الستاير كده، وبيفتحها مع ان سام قاعد يقول له يقفلهم. وسام بياخد باله ان في قناص على السطح فعلا، وبيستخبوا عشان الطلق ما يجيش فيهم، والقناص بيقعد يضرب عليهم وبيبان ان هو مش محترف. وسام بيحاول ياخد جهاز التحكم عشان يقفل الستاير، لكن البنت اللي كانت جايبه له الاكل بتهجم عليه، فبيقعد يضرب فيها وبيوقعها على الارض، وبيكون هيوصل للجهاز. فالموظف هو كمان بيهجم عليه، وبيفهم ان كل دي خطه معموله عشان يتخلصوا منهم لانهم عاوزين يسيبوا الشغل. وسام بيمسك الموظف وبيكون عاوز يخلص عليه، وبيساله هو شغال تبع مين، فبيرضاش يقول له، فبيفضل يضرب فيه وبيخليه يغمى عليه، وبيستخبى لان الطلق بتاع القناصه جاي من كل حته. وبيكون كين مستخبي هو كمان، وبيتكلموا مع بعض عشان يشوفوا ازاي هيوصلوا لاسلحتهم. وكين بيحاول يقرب من الاسلحه لكن القناص بيضرب عليه. وسام بيلاحظ ان القناص بيضرب على اي حاجه بتتحرك في المكان، وبيقول لهم يقفلوا كل الانوار اللي في المكان، بس ما بيقدروش يقفلوها كلها.
فكين بيسألهم لو حد معاه تليفون، فليلي بتقول له انها معاها تليفون وبتكون خايفة جدا، فكين بيروح عندها عشان ياخده منها وبيتصل على تمارا وبيقول لها على كل اللي بيحصل وان في قناص عاوز يخلص عليهم. فتمارا بتعمل نفسها من بينها وبتقول لهم انها ما بعتتش اي حد، وبتقول له ان اكيد في حد خاين ما بينكم لان ما حدش يعرف مكانكم غير انتم والشركة، وبتقول لهم ان الدعم هيوصلكم في اسرع وقت. وسام بيحاول يهدي البنات اللي معاهم وبيقول لهم انهم هيخرجوا من هنا عايشين لو سمعوا الكلام بتاعه. فالبنت اللي اسمها منى بتقول له انتوا اكيد اشخاص سيئين لان انتوا لو كويسين ما كانش حد هيبقى عاوز يقتلكم. فسام بيقول لها ان هو كان انسان سيء وهو دلوقتي بيحاول يحسن من نفسه، وبيطمنها لانها قالت له انها عندها بنت صغيره وعاوزه ترجع لها، فبيقول لها ما تقلقش، وبياخد منها مرايه عشان يعرف يحدد مكان القناص. لكن في الوقت ده الموظف بيفوق وبيهجم عليهم وبيوقفه عشان القناص يضرب عليه ويخلص عليه، لكن كين بيروح جاي وضرب الموظف وبيدخل اوضه وبيقعدوا يضربوا في بعض لحد ما كين بيروح شايله ورميه من الشباك. وسام بيساله اذا كان كويس فبيقول له ان هو تمام، لكن فجاه القناص بيخبطه طلقه لانه ما كانش بيستخبي وبيقع وبيموت. وسام ما بيكونش مصدق اللي حصل وبيمسك التليفون وبيرن على تمارا وبيقول لها ان كين خد طلقه، فبتقول له ان هو هيعيش وبتقول له كمان انها راقبت المكان وان القناص هيمشي. فبيتأكد بنفسه وبيكون فعلا مفيش حد لحد بيقف قدام الشباك، فالقناص بيطلع وبيضرب عليه لكنه بيبعد في آخر لحظة، وبيكلم تمارا وبيعرف أخيرا إنها عاوزة تخلص عليه. فبيسألها ليه كل الكلام ده، فبتقول له إن ده لأن أنت عاوز تسيب الشغل وإنها ما بتسمحش لأي حد بالموضوع ده. فبيقول لها إن هو شغال معاه بقاله كتير جدا وعاوز يعيش حياته يعني. فبتقول له أنت فعلا كنت مفيد جدا، لكن في الفترة الأخيرة كنت بتتردد كتير قبل ما تنفذ المهمة وده مش مسموح في الشغل. فبيتعصب جدا عليها لانها باعته هو وكين اللي اشتغلوا معاه سنين طويله جدا، وبيحاول يتصل بالشرطه لكنها بتكون منع عنهم الاتصالات، وبتقول له ان الخطه دي محكومه جدا وان انت في الاخر هتموت مهما حاولت. فبيقول لها تسيب البنات يمشوا وهو هيظهر عشان القناص يضربه، فبتوافق. وليلي بتتحرك فعلا، فالقناص بيطلع وبيضرب عليها لكنها بتكون لسه عايشه. فسام بيقول للمنى انه هيتحرك وفي اللحظه دي روحي وانقذيها، وفعلا بيتحرك وهي بتروح وبتسحبها وبيمسك جهاز التحكم وبيحاول يقفل الستاير لكنها بتعلق. فتمارا بتقول له يبطل حزق ويموت من سكات بقى عشان احنا زهقنا. فسام بيروح قايل لها ان القناص اللي معاها اصلا على قده خالص، فبتقول له سيبك من الكلام ده يا معلم، انت كده كده هتموت النهارده لان السلاح بتاعك بعيد عنك ومش هتعرف تعمل اي حاجه من غيره. فبيحس انها مراقباه وبيروح مكسر الكاميرا اللي في المكان. فتمارا بتتعصب جدا وبتقول له انها كده كده هتستخدم معاه العنف اللي بجد بقى. وسام بيقول للمنى انهم هيفضلوا هنا لحد شروق الشمس، وساعتها الشمس هتيجي في عين القناص وما عادش هيعرف يشوف اي حاجه. فمنى بتعرف ان هو قناص هو كمان، وبتقول له طالما انت عارف الكلام ده هي اكيد هتبعت لنا حد يخلص علينا قبل ما الوقت بتاعك ده يجي. وفعلا بيسمع صوت حد طالع على السلم، فبيتحرك بسرعه وبيفصل خطوط الكهرباء وبياخد السلاح بتاعه وبيقعد يركب فيه، والقوات بتخش المكان. لكن سام بيكون عاوز يخلص على القناص الاول وبيستعد وبيخبط طلقه وبيخلص عليه فعلا، لكن الفرقه اللي بتكون جايه عشان تخلص عليه بتعرف مكانه وبتغربله طلق، لكنه بيكون استخبى كويس وبيقوم وبيخبط ازازه كحول في واحد وبيولع فيه وبيقوم وبيقتل فيهم بسرعه وبيخلص عليهم كلهم. لكن واحد بيمسك منى وبيهدده ان هو يخلص عليها، فسام بيعمل ان هو هيسيب السلاح بتاعه وبيروح خبطه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه. وفي الوقت ده مساعد القناص بيحاول يضرب عليهم لكنه بيستخبى هو ومنى عشان يكونوا في امان، وبيتكلم معاها وبتكون خايفة على بنتها، فبيطمنها ان هم هيخرجوا من هنا وانه هيدي لها فلوس كمان عشان تعرف تعيش هي وبنتها بامان. فبتدي له صورة بنتها وبتقول له ان لو انا ما خرجتش من هنا عايشة يبقى انت لازم تاخد بالك منها، وبتعرفه عنوانها كمان. وفجأة بيلاقوا الاسانسير طالع، فبيجري بسرعة عشان يخلص على الناس اللي هتطلع، وبيخش وبيقعد يضرب في واحد فيهم في الاسانسير وبيسيبه وبيخرج وبيكون سايب معاه قنبلة فبتنفجر فيه وبيموت. وبيكون لسه فيهم واحد عايش، فبيقوم بسرعة عشان يباغت سام من ورا، بس منى بتضرب عليه وبتموته، بس هي بتكون واقفة فالقناص بيضرب عليها فبتقع على الارض، وسام بيمسك القناصة وبيضرب عليه طلقة وبيخلص عليه بسرعة.
وبيروح بسرعة عشان يشوف منى، لكن للأسف بيكون بتحتضر وبتقول له ياخد باله من بنتها وبتموت. بس فجأة بيسمع صوت كين واللي بيكون لسه عايش، فبيشيله وبيدخل أوضة من الأوض وبيديله سلاح عشان يدافع عن نفسه لو حصل أي حاجة. وتمارا بترن عليهم وبتقول لهم ايه يا رجالة انتوا لسه عايشين ولا ايه؟ وبتروح بعتلهم درون وبيضرب عليهم نار في كل حتة، وسام بيحاول يستخبى عشان يستنى فرصة يدمره، لكن الدرون بيكون حديث وبيروح ضارب عليهم صاروخ، فسام بيبعد عن مجال الرؤية بتاعه وبيضرب عليه طلقة وبيفجره. وبيروح عشان يشوف كين واللي بيكون مات بسبب النزيف، فسام بيقرر يهرب من المكان لانه بيكون في ناس كتيره طالعه له، وبياخد الملايه وبيعملها باراشوت، ولكن فجاه الباراشوت بيقطع منه، بس لحسن حظه بيقع في عربيه زباله وبتاخده وبتمشي من المكان. وبعدها بيرن على تمارا وبيقول لها انت اللي عليك الدور، فبتقول له يا معلم ما تقلقش انا كده كده في المطار وما عدتش هتقدر توصل لي، وكمان هي مع الحراس بتوعها وانت مش هتعرف تعمل اي حاجه. وبتدخل الحمام وبنشوف سام واللي بيكون قدر يوصل لها وبيكون متنكر في زي عامل نظافه وبيخش وراها وبيخلص عليها، والحراس بيسمعوا صوتها فبيخشوا عشان يشوفوا فيها ايه، فسام بيخرج بسرعه. وبعدها بيروح وبياخد بنت منى واللي بنعرف ان هو خدها عشان تعيش معاه وبيعتبرها زي بنته، وبيرجع على بيته وبيعيش الحياه اللي هو كان عاوز يعيشها لما يتقاعد. وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الملخصات الجايه. سلام.